ازيكم عاملين ايه؟ النهارده فيديو جديد، هو فيديو مهم، يعتبر مرض من امراض العصر اللي بنعاصرها اليومين دول. النهارده هنتكلم عن مقاومة الانسولين. ناس كتيرة بتسمع عن مقاومة الانسولين ما تعرفش هو عبارة عن ايه، وعشان خاطر ناس كتيرة بتكتشف بالصدفة ان هي عندها حاجة اسمها مقاومة انسولين، فانا الفيديو النهارده خصصته ان انا هشرح ايه هي مقاومة الانسولين، عبارة عن ايه، ايه هي اعراضه، وامتى نقلق ونبدا نعمل التحاليل بتاعه ان نطمن بيها اذا كان عندك مقاومه انسولين او لا، وايه هي التحاليل دي اصلا. وهشرح عملي على تحليل ازاي، او ايه هي ارقامه، او ايه هي نتائجه، والمفروض تبقى كام وهي كام. وهوريكم برضو تحليل لاحد اصدقاء الصفحه بعتهولي ازاي كانت الارقام بتاعته عاليه او كان عنده مقاومه الانسولين، ومع التحاليل الجديده بقت الدنيا تهدى. وهقول لكم على الخطوات اللي هنعملها عشان خاطر نقلل من مقاومه الانسولين بالنسبه للناس اللي عندها انسولين. الفيديو ده مهم جدا. ما تنساش قبل ما ابدا الفيديو وابدا الشرح، لو الفيديو استفدت منه اعمل لايك واعمل شير للفيديو. ما تنساش تشترك على القناه عشان تتابعني في الفيديوهات الجديده اللي نازله. مبدئيا كده اي تحاليل هتكلم عنها في الفيديو ده انا شرحتها كل حاجه في فيديو منفصل قبل كده. يعني تحليل الدهون شرحه في فيديو منفصل، تحليل السكر التراكمي شرحه في فيديو منفصل، هسيبه لكم كله في صندوق الوصف من تحت لو حابب ترجع له تاني او حابب تفهم اكتر عنه او تعرف اكتر عنه. ابقى ادخل وشوفوا. النهارده هنتكلم عن تحليل مقاومه الانسولين اللي هو بنسميه الهوما اي ار. طيب مبدئيا كده عشان نعرف بس الاول التحليل ده عباره عن ايه، لازم نفهم الدنيا ماشيه ازاي في جسمك عشان تعرف السكر عباره عن ايه ومقاومه الانسولين عباره عن ايه، وهل هي مقاومه الانسولين معناها ان عندك سكر ولا لا. كل الكلام ده انا هشرحه دلوقتي. بصوا يا جماعه، مبدئيا كده انت اي اكل بتاكله بيدخل جسمك بيتحول لسكر، والسكر بيدخل الدم وبيبدا يرتفع تدريجيا. يعني سكر الدم بيرتفع تدريجيا، وسكر الدم ده حاجه والمفروض ان هو يتنقل من الدم ويدخل جوه خلايا جسمك، عشان خلايا جسمك بتعمل وظائف حيويه فمحتاجه طاقه. الطاقه دي بتستمدها من خلال السكر اللي في دمك اللي هو دخل من خلال الاكل. السكر اللي في دمك ده لو ما دخلش الخليه بيتحول لدهون والجسم بيخزنها. يبقى الاكل بيتحول لسكر بيدخل الدم، السكر في الدم بيبدأ يرتفع تدريجيا، وبعدين المفروض السكر يدخل الخلايا عشان يمدها بالطاقة اللازمة لعمليتك الحيوية. ايه اللي بيدخل السكر من الدم لحد جوه الخلية؟ اللي بيدخل السكر من الدم للخلية الانسولين. الانسولين اللي بيفرزه البنكرياس بيفرزها خلايا اسمها خلايا البيتا اللي موجودة في البنكرياس. يبقى طالما السكر في الدم بيعلى تدريجيا، في المقابل البنكرياس بيحس ان السكر بتاعك عالي فبيبدأ يطلع انسولين عشان خاطر الانسولين ده ياخد السكر من ايده ويقوم داخل بيه على الخليه، يقول لها يا خليه خدي الطاقه اللي انت محتاجاها عشان تعملي بيها وظائفك الحيويه. طيب ايه اللي بيحصل بقى في حاله مقاومه الانسولين؟ مبدئيا كده خلينا عارفين انت عندك السكر نوعين، سكر نوع اول وسكر نوع تاني. بالانجليزي دايابيتس ميليتس 1 تايب 1 ودايابيتس ميليتس تايب 2. طيب تايب 1 ده اللي هو النوع الاول، ده اللي هو انت اصلا عندك الانسولين مفيش، خلايا بيتا الموجوده في البنكرياس مش بتفرز انسولين اساسا، فبالتالي انت بتاخد الانسولين من مصدر خارجي اللي هي حقن انسولين، وبتاخده بجرعات معينه الدكتور بيحددها لك. طيب الدايابيتس ميليتس تايب 2 او اللي هو المرض السكر النوع الثاني، النوع الثاني ده انت عندك حاجه من الاثنين، يا اما الانسولين موجود ماشي بشكل طبيعي ولكن مقاومه الانسولين انا هشرحها دلوقتي، يا اما الانسولين بدا او البنكرياس بدا يضعف في افراز الانسولين بتاعك، فبالتالي مش بيدي جسمك الكميه الكفايه من الانسولين، فبالتالي السكر بيفضل عالي في الدم ما بيدخلش الخلايا، وعالي في الدم ده هو المشكله بتاعتي. ماشي. طيب ايه هو بقى مقاومه الانسولين؟ ببساطه كده انت اكلت اكله، الاكل بيتحول لسكر بيدخل الدم، البنكرياس وخلايا البيتا اللي في البنكرياس بتحس ان السكر بدا يعلى في الدم، فيقوم البنكرياس ايه مديك شويه انسولين عشان خاطر ياخد السكر من ايده اللي في الدم ويقوم داخل بيه على الخليه، والخليه تاخدها وتقوم بوظائفها الحيويه بتاعتها. بس اللي بيحصل لما الانسولين يجي ياخد السكر من ايده ويدخل بيه على الخليه، تك 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 يا خليه خدي شويه السكر دول، الخليه ما تردش.
ما تفتحش، ما تاخدش السكر من الدم. طب ايه المشكله؟ الله اعلم بقى، مقموصين من بعض مشاكل عقليه مالناش دعوه بيها. المهم ان الخليه ما بتاخدش السكر من الدم، فبيفضل السكر يعلى في الدم، وفي المقابل البنكرياس بيفضل يفرز انسولين لانه هو حاسس ان السكر عمال يعلى، فبيفرز انسولين زياده في الدم لان السكر ما بيدخلش الخليه فما بيقلش في الدم، فهو البنكرياس شغال يطلع في الانسولين يطلع في الانسولين. يبقى انت عندك السكر عالي في الدم وفي المقابل الانسولين عالي في الدم. طيب السكر ده لو ما دخلش خليه ايه اللي هيحصل؟ اولا الخليه مش هتأدي وظائفها اللي احنا المفروض تعملها، سواء بقى الخليه دي في المخ، سواء الخليه دي عضلات، سواء الخليه دي في اي عضو من جسمك. فمن ضمن اعراض مقاومه الانسولين التعب والارهاق. تاني حاجه، السكر اللي موجود في الدم ده ما دخلش الخليه هيروح فين؟ لازم يروح في حته، الجسم بيحوله لدهون، وبالتالي تاني عرض من اعراض مقاومه الانسولين انك انت هتلاقي عندك في زياده في الوزن، وبالتحديد في محيط الخصر بتاعك الدهون بتتكون في الحته دي بالتحديد. طيب امتى نبدا نقلق اذا كان انا عندي مقاومه انسولين ولا لا؟ بصوا يا جماعه، من ضمن الحاجات المميزه او اللي تخليك تبدا تفكر او تبدا تروح انك تعمل تحاليل عشان تطمن اذا كان عندك مقاومه انسولين ولا لا، اول حاجه انك بتلاقي عندك الضغط مرتفع ارتفاع طفيف جدا، بس بيبقى مميز برقم 130 على 80، مش 120 على 80، مش 110 على 80 ولا 110 على 70، دايما بتلاقيه في حدود 130 على 80. ده حاجه. الحاجه الثانيه لما بتيجي تعمل تحليل الدهون، وتحليل الدهون انا شرحته قبل كده في فيديو منفصل، وشرحت تأثيره على القلب، وشرحت تأثيره على الشرايين، وشرحت تأثيره على تصلب الشرايين، وشرحت تأثير الأدوية عليه وهل الأدوية فعالة معاه أو هتمحي اللي فات ولا لا. كل ده موجود في فيديو منفصل هسيبه لكم في التعليقات تحت. ماشي، هتلاقي تحليل الدهون عندك صايم، هتلاقي الترايجليسرايد اعلى من 150، وهتلاقي الاتش دي ال اللي هي الهاي دينستي لايبوبروتين اللي هي الدهون الجيده اقل من 40. ده تاني مؤشر لموضوع انك انت تبدا تشك انك عندك مقاومه انسولين، غير التعب والارهاق اللي انا قلت عليهم عشان اللي شرحته من شويه، غير موضوع زياده الوزن في محيط الخصر، غير ان برضو من ضمن الحاجات المميزه ان هتلاقي عندك تغيير في لون الجلد اما على جناب الرقبه او في الرقبه من ورا، وهتلاقي او تحت الابطين على فكره، وهتلاقي برضو بعض زيادات الجلديه اللي بتطلع. طب ايه هي عوامل الخطر اللي ممكن تؤدي لحدوث مقاومه انسولين؟ التدخين وزياده الوزن والاكل الغير صحي وعدم ممارسه الرياضه، الحاجات دي كلها بتزود من فرص حدوث مقاومة انسولين في جسمك. نيجي بقى للتحاليل اللي المفروض تتعمل عشان خاطر مقاومة الانسولين. انا هقلب الكاميرا عشان تبصوا من فوق واشرح لكم على التحليل عملي. بصوا يا جماعة، ده تحليل لشخص كانوا شاكين ان ممكن يكون عنده مقاومة انسولين. في التحليل هم عاملين تحليل الهيموجلوبين تحليل اللي هو سكر التراكمي اللي هو الهيموجلوبين A1C او HA1C. التحليل ده مش شرط ان هو يبين اذا كنت انت عندك مقاومة انسولين ولا لا، وانما هو بيبين هل انت السكر بتاعك متظبط على مدار اخر 3 شهور ولا لا. انا التحليل ده شرحته طبعا في فيديو منفصل هسيبه لكم في التعليقات تحت. طيب نيجي بقى لتحليل بتاع مقاومة الانسولين اللي احنا عايزين نعرفه، اللي هو الهوما IR اندكس. ده تحليل مقاومة الانسولين. طيب مبدئيا كده التحليل ده لازم يتعمل صايم من 8 ساعات ل 12 ساعة صايم عن الأكل فقط، ولكن ممكن تشرب مية بس مش أي مشروبات تانية لمدة من 8 ل 10 ساعات أو 12 ساعة. طيب أنت عندك هنا الهوما IR اندكس، الاندكس طالع رقم 2، كاتب لك الريفرنس رينج اللي هو معنى صح النورمال فاليو. المفروض ان الرقم بتاعك يطلع في حدود من كام لكام؟ هنا المفروض يطلع في حدود من 0 لحد 2.9. خلينا بس متفقين ان الهوما الاي ار او تحليل مقاومه الانسولين بينقسم ل3 اجزاء. اول جزء لو انت اقل من رقم 1 ده يبقى انت شخص طبيعي جدا وعندك الانسولين شغال بكفاءه ممتازه في جسمك، ولكن وارد جدا ما تبقاش اقل من 1. اشخاص تانيين بيبقوا اعلى من الرقم ده بشويه، بيبقوا اعلى شويتين، ولكن انت عندك بينقسم ل3 اجزاء: اقل من 1 او اقل
او اكتر من 1.9 او اكتر من 2.9. مبدئيا كده اقل من 1 ده الشخص الطبيعي جدا. من 1 لحد 1.9 كده انت خلي بالك انت داخل على مرحله مقاومه الانسولين. اكتر من 1.9 انت اوريدي في مرحله مقاومه انسولين. اكتر من 2.9 يبقى انت كده عندك مقاومه انسولين عاليه، ولازم تبدا تدور على دكتور وتبدا تدور على علاج. تحليل مقاومه الانسولين بيقيس كام حاجه كمان تاني. بيقيس الفاستنج بلاد جلوكوز، تحليل السكر الصايم بيقيسه، والمفروض الرقم ده بيبقى من 70 لحد 110. ولكن الاشخاص اللي عندها مقاومه انسولين زي ما انا قلت هنلاقي الانسولين في الدم عالي، وفي المقابل هنلاقي ان سكر الصايم برضو عالي. هنا الشخص ده عنده سكر الصايم 80، ده في المعدلات الطبيعيه، لان هو يعتبر ما عندوش مقاومه انسولين من الحاجات الشديده قوي. ماشي، هو اي نعم داخل في مقاومه انسولين او يعني خلاص اوكي بدا يدخل في مقاومه الانسولين، ولكن ممكن ينتبه ياخد باله. والانسولين فاستنج برضو الانسولين صايم يعني 14.2 والمفروض يبقى من 2.6 لحد 24.9، وده برضو يعتبر في الحدود الطبيعيه. ولكن المجمل الشخص ده لازم يبدا ياخد باله ان الرقم بتاعه 2 ما هواش الرقم القليل. اي نعم هو ما عداش ال 2.9 بس لازم ياخد باله. ده تحليل مقاومه الانسولين اسمه هوما اي ار، ودي ارقامه، وده الطريقه اللي احنا هنقراه بيها. انت لو عندك اي تحليل ابعته لي. وانا دلوقتي هوريك تحليل تاني برضو، ده تحليل لشخص كان عنده مقاومه انسولين عاليه زي ما انتم شايفين. مع اتباعه للنصايح والارشادات والدكتور الدنيا اتحسنت بنسبه كبيره قوي عنده. على اليمين خالص مكتوب البريفيوس ريزلت، كان عنده الهوما اي ار اندكس كان عنده اكتر من 10، عنده مقاومه انسولين عاليه قوي. ماشي، والنتيجه الجديده اللي عليها سهم احمر اللي فوق دي 5.6، ده هو قل من 10 لحد 5.6، وده يعتبر انجاز حلو قوي. بالنسبه للفاستنج بلاد جلوكوز او تحليل سكر الصايم، هو كان عنده قبل كده في البريفيوس ريزلت اللي على اليمين خالص 151، هو دلوقتي 307. طبعا في فرق ان هو عالي، بس ده بيتغير من تحليل للتاني، و يعني ما مش هنقدر نقول عليه سيء، لان هو عنده الهوما اي ار اندكس يعتبر اتحسن بنسبه كبيره. اللي هيبين تحليل السكر عنده متحكم فيه ولا لا، او السكر عنده متحكم فيه ولا لا، هو تحليل السكر التراكمي. والانسولين فاستنج جلوكوز 26.5 كان عنده 47.1، فهو برضو ده انجاز حلو قوي. ده يا جماعه مثال احد اصدقاء الصفحه اللي كان عنده المشكله دي والدنيا اتحسنت معاه بنسبه كبيره قوي. طيب يا جماعه، ايه المضاعفات اللي ممكن تحصل لو احنا عندنا مقاومه انسولين وما خدناش بالنا وما عالجناهوش او ما اهتمناش بيه؟ مبدئيا كده انت هتدخل في السكر من النوع الثاني، لان زي ما انا قلت مقاومه الانسولين سكر عالي في الدم، وفي المقابل انسولين عالي في الدم. وزي ما انا قلت السكر عالي في الدم مش هيفضل عالي زي ما هو، ولكن الجسم هيحوله لدهون، وبالتالي الدهون دي هترسب في منطقه البطن، وبالتالي انت هيحصل لك زياده في الوزن. كمان الدهون دي هترسب على شرايينك من جوه، الشرايين اللي بتغذي جميع اعضاء الجسم، ومنها عضله القلب، ومنها بعض او منها المخ. وبالتالي انت ممكن يحصل لك حاجه اسمها الاسيروسكليروزز اللي انا شرحته في الفيديو بتاع الدهون الفات، هسيبه لك برده في التعليقات تحت عشان خاطر تشوفه لو محتاج تشوفه. الاسيروسكليروزز ده يا جماعه ده موضوع ريفرسبل، يعني ما بيرجعش ما بيتصلحش مع العلاج وده ممكن يسبب مع الوقت جلطات، وممكن يسبب سكتات قلبية أو سكتات دماغية. مقاومة الأنسولين الموضوع محتاج للاهتمام منك، وعشان خاطر نبدأ نهتم بيه، طبعا انت هتحتاج تروح لدكتور وتزوره عشان خاطر يبدأ يعمل الفحوصات بتاعته، وهيبدأ يمشيك على علاج، دي حاجة تبع الدكتور. ولكن انت المفروض تبقى عارف تعمل ايه. المفروض رقم 1 تزود وزنك، المفروض رقم 2 تبعد عن اي اكل مش صحي، وتلتزم او تتبع نظام غذائي صحي ومتوازن جدا عشان خاطر تتجنب حدوث مقاومة الانسولين، وتبدأ تتابع تحاليلك اول باول. الرياضة من العوامل او من الحاجات المهمة جدا
اللي بتقلل مقاومه الانسولين، الرياضه والاكل الصحي والتدخين. وصديقنا اللي بعت لي التحليل اللي انا وريته لكم دلوقتي، من ضمن الحاجات اللي عاملها انه كان بيمشي كتير قوي وكان واخد باله من اكله جامد جدا، عشان كده النتائج بتاعته اتحسنت بشكل كبير. يا رب يكون الفيديو مفيد. لو عندك اي استفسار اي سؤال سيبه لي في التعليقات تحت. ما تنساش الفيديو لو عجبنا واستفدنا منه نعمل له لايك ونعمل شير عشان غيرنا يستفيد، واشوفكم على خير يا رب ان شاء الله الفيديو الجاي.